أسعار الدواجن ترتفع بشكل كبير جدا اليوم في الأسواق. شوف الدجاجة البيضاء سجلت كام والبانيه يرتفع لحد كام. أهلا بكم من جديد أعزائي متابعين قناتنا الكرام، على الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. أدعوكم أولا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعالوا نتعرف على موجز الأنباء المهم جدا من نوعه. شوف الدجاجة سجلت كام ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم. إليكم التفاصيل. سجلت ارتفاع جديدا في أسعار الدواجن وتتخطى 85 جنيها، والفراخ الصاص تتخطى 100 جنيها. ودعالوا نتعرف ونستعرض لكم في السطور التالية من موقعنا الإخباري ذلك أيضا أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق وفي البورصة المصرية. سجلت الدجاجة الفراخ البيضاء اليوما في البورصة المصرية 84 جنيها لتباع للمستهلك ب 87 جنيها و85 جنيها. وسجلت الفراخ الصاص اليوما 100 جنيها، وسجلت الفراخ البلدي 105 جنيهات. كما سجل البط السوداني اليوم 110 جنيهات، والبط الاسكوفي اليوم يسجل 100 جنيها، ويسجل البط البغالي 95 جنيها. كما سجل البط البيور اليوم 90 جنيها، وسجل البط الفرنساوي 70 جنيها. وسجلت الأوراق اليوم 95 جنيها. وسجلت أيضا لحوم البانيه للفراخ البيضاء 165 جنيها بشكل ارتفاع جديدا في الأسعار. وسجل أيضا الكتاكيت اليوم في تعاملات اليوم 27 جنيها و26 جنيها. وسجل الفراخ الصاص والكتاكيت الصاص اليوم من 19 إلى 18 جنيها. كما سجل الطبق البيض الأبيض اليوم 95 جنيها. وسجل طبق البيض الأحمر اليوم 105 جنيهات. وسجل طبق البيض البلدي 110 جنيهات. وهذه الأسعار ارتفع. وسجلت أيضا الفراخ الأمهات اليوم 70 جنيها للفراخ البيضاء، وتباع للمستهلك ب75 جنيها. وسجلت أيضا الأجنحة والكباد والأوانص 80 جنيها. وسجلت الرجول أيضا 30 جنيها. أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم.